السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله تعالوا كده نجرب ننظف المكنه الموزر الالماني. طبعا المكنه الموزر الالماني دي مشهوره جدا وتعتبر من الحاجات اللي يعني من المكن القوي في الحلاقه الشعر والكلام ده كله، لكن طبعا لازم تهتم بيها لإلا هتعمل معاك مشاكل. فطبعا انت اول ما تيجي بعد ما تخلص استخدام المكنه لازم تحط لها طبعا السبيشال اويل ده اللي بيجي معاها، بحيث ان انت الشفره بتاعتها هتفضل طبعا كويسه وما فيهاش اي مشاكل. بس طبعا بعد استخدام شهر او شهرين ممكن يكون فيها شويه شعر ولا حاجه زي ما انتم شايفين من الجنب كده. فتعالوا بينا نجرب نفتح كده ونشوف. انا هفتح معاكم، ما شفتش ايه اللي جواه، بس تعالوا برضو نفتح ونشوف. يستحسن طبعا ان انت تجيب مفك كده يكون عريض ومبطط، وتبدا ان انت تفتح كده ونشوف ايه الحكايه. بقى لي فتره كتيره ما نضفتهاش، لكن المفروض ان بيبقى فيها طبعا كميه شعر كبيره بعد الاستخدام ل3 4 شهور ولا حاجه. تعالوا كده نجرب. طبعا هبقى اوريكم برضو طريقه السن، بس تعالوا نشوف الاول طريقه التنظيف. زي ما احنا شايفين بتشيل ديت. اوبا، بصوا بقى كميه الشعر. طبعا بصوا هنا، دي الحته اللي احنا شلناها اهو، ماشي اهي. طبعا انا زي ما قلت لكم بحط لها دايما الزيت، بحيث ان هي تفضل نظيفه دايما، او تفضل ما يحصلش طبعا ويرنج، او يحصل ان هو